السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع مطبخ أم يارا، ووصفتنا الجميلة جدا اللي كل الأطفال بيحبوها، أطفال وكبار، هي الوافلز. الوافلز يا جماعة من الأكلات الجميلة جدا، الحلويات الجميلة جدا اللي الأطفال والكبار بيحبوا ياكلوها. أنا النهاردة هعملها لكم بطريقة جميلة جدا، هتطلع معاكي حلوة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وكمان هنضيف عليها شوية اضافات كده، هتعرفي بقى سر الوصفة معايا من مطبخ ام يارا. هتطلع مقرمشة وجميلة، وهقولك كمان تجيبي مكنة الوافلز من فين. ان شاء الله تطلع معاكي حلوة قوي، وكمان ناجحة معاكي 100%. وانتوا عارفين طبعا ان الاطفال اكتر ناس بيحبوا الوافلز بطريقة حلوة، لازم تبقى مقرمشة وجميلة من بره، وكمان طرية جدا من جوه وليها طعم حلو كده. عشان كده احنا هنضيف شوية مكونات كمان عشان نديها الطعم الجميل بتاع اي وافلز من الشارع ممكن تشتريه او من المحلات. كمان هقولك ايه هي الصوصات اللي ممكن تحطيها عليها، ويلا بينا على الوصفة. في البداية كده هنجيب بولة وهنحط فيها كوبايتين من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليها رشة ملح قد كده ربع معلقة. هنقلب المكونات دي كلها على بعضيها كويس جدا، وبعد كده هنسيبها بره شوية. بعد كده هنجيب بولة تانية وهنحط فيها كوباية من المية، وعليها نص كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت زي ما انتم شايفين قدامكم كده، وعليها كمان معلقة كبيرة من السكر، وعليها بيضتين، 2 عدد بيضة، وعليها فانيليا. انا حبيت احط كيسين فانيليا عشان اضيع ريحة البيض. لو انت عايزة تحطي مثلا فانيليا وتحطي معاها معلقة من الخل برضو هتنفع معاكي، هتبقى وصفة جميلة جدا وناجحة 100%. هنقلب الحاجات دي كلها على بعضيها، هنجيب بقى المواد الجافة وهنحطها على المواد السائلة اللي احنا عملناها، وهنقلب بالراحة كده عشان خاطر الخليط كله يتجانس مع بعض لغاية ما يوصل بالشكل اللي انت شايفاه ده وبالقوام اللي انت شايفاه ده. هي دي وصفة الوافلز الأصلية. الوافلز الأصلية اللي هي بتتعمل في المحلات الوافلز أو محلات الحلويات. هتسألوني بقى عن المكنة أنا جبتها من فين. أنا جبتها من شركة إيفال. ايفال التركي. انا جبتها الصراحه جميله، ما افتكرهاش كده. انا خايفه طبعا من اي اونلاين، بحبش اشتريه منه، بس الحمد لله يعني هم ثقه. وانا بحب ان انا اشتري من عندهم الحاجات، حتى الالمونيا والستانلس والحاجات دي كلها انا بشتريها منهم برضو جميله جدا. احنا هندهن الاول زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنحط الوافلز. المكنه دي يا جماعه جميله جدا من شركه ايفال التركي، والصراحه جميله. وانا ما افتكرهاش ان هي حلوه بالشكل ده. بمعنى حلوه يعني بقول لكم ان هي الخامه بتاعتها جميله جدا، وكمان غير قابله للصق، يعني ما بتلزقش، الوافل مش بيلزق فيها. جميله جدا الصراحه، وغسيلها سهل جدا. طبعا شايفين ازاي، ما اوريكم ازاي الدخان بيطلع منيها في الاول وبتحمر التحمير اللي انتوا شايفينه ده. صراحة مكنة جميلة جدا من شركة ايفال التركي، وانا انصح يعني ان انتوا تجيبوها. وهي كانت نازلة في العرض في الاول، وانا اخدتها تبع العرض اللي هو نازل بيها في شركة ايفال التركي. انا طلعت اول 2 زي ما انتوا شايفين، وطبعا دهنتها تاني، وبعدين حطيت فيها ال2 التانيين. المهم ان هي عملت لي 8 قطعة، يعني الوافلز دي 8 قطع بالمقدار اللي انا عايزاه اللي انا وريته لكم ده. بس انتوا لو عايزين اكتر من كده، ان انتوا تعملوا اكتر من كده، يعني ضعفوا الكميه، يعني بدل ما تحطوا بيضتين حطوا 4 بيضات، وطبعا بدل كوبايتين الدقيق تحطوا 4 كوبايات دقيق، والوصفه بتاعتكم هتبقى جميله جدا. ولو عايزين تحطوا معلقه نشا ممكن تحطوا معلقه نشا، بس انا ما بحبهاش عشان ما تنشفش اكتر من كده. يعني حلوه هي جدا للاطفال ان هي تبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. وطبعا مش الاطفال بس، كمان اللي بيحبوها ده الاطفال والكبار بيحبوا الوافلز جدا. بس الوافلز يعني بطريقه معينه ان انت ممكن تعمليها، ما تعملهاش ناشفه ولا حاجه. مفيش وافلز من غير بيض. ممكن تكون في وافلز اقتصاديه فعلا، لكن مفيش وافلز من غير بيض بتبقى طعمها مش حلو خالص. فالوافلز طبعا بتبقى ببيض، يعني اقل حاجه تبقى بيضتين، عدد 2 بيضه يعني. احنا هنا الصوصات اللي حاطينها هي وايت شوكليت وكمان الدارك شوكليت، وانا حطيتها بالطريقه اللي انت شايفينها دي.
وكمان معاها حلويات كده شفتها انا جميلة. هي رخيصة جدا، عبارة عن زي الكريس كده، وكمان التوت الاسود، فانا حطيتها وادت شكل جميل جدا للطبق. وطبعا انت لو عندك اي صوصات تانية عايزة تحطيها، يعني ممكن تحطي عليها كريم شانتيه من فوق، وتحطي عليها شوكولاتة بيضة، وممكن كمان تحطي عليها عسل اسود او عسل نحل، وعسل النحل هيبقى افضل بكتير من العسل الاسود يعني. وكمان ممكن تحطي عليها كراميل. وما تنسيش ان انا عملت قبل كده الكراميل معاكم، صوص الكراميل اللي عملته معاكم، يعني ممكن ترجعي للقناة، الوصفة في القناة هتلاقي صوص الكراميل اللي انا عامله لكم بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا وناجحة 100%. اهم حاجة ما تنسوش لو وصلتي لغاية هنا في القناة او وصلتي لغاية هنا في الفيديو، ما تنسيش تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلي لي زر الجرس على الكل. وكمان تنشري لي الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس عشان يوصل لكل الناس. وان شاء الله باذن الله كده هو توصلوا لي قناتي ل 3000 مشترك، لانها هي لسه ضعيفة طبعا. واتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أم يارا.